برج الحوت، أحداث هتغير حياتك للأبد. شهر يوليو 2026 هتتحدى العالم فيما تريد تنفيذه. شهر يوليو ده شهر العناد، شهر العناد، شهر 7 2026. وتذكروا هذا الشهر. تتحدى العالم فيما تريد تنفيذه، حيث ولأول مرة من سنوات تحدث صحوة لروحك. مستجدات مفاجئة تظهر بالنسبة للتعاملات مع الدولة من مطالبات، طلبات، تقديمات أو معاملات رسمية. ناخد بالنا من تظبيط الأوراق. 4-5 أمور مهمة قبل ما أكمل. بس كده عتابي للناس اللي ما بتعملش اشتراك وهي بتتابعنا. أنت كده وكده بتتابعنا، اشتراك وتفعيل الجرس يصلك مني كل جديد. لو حابب تعرف الحياة، لا حابب قراءة خاصة، قراءة بعملها اتصال، مكالمة مباشرة، مكالمة مباشرة، بفضح لك من الآخر كده كل حد حواليك، مشاعر، شريك الحياة، كل شيء. وأيضا بعرفك إذا كان في أعمال سحر أو ما شابه، وكل شيء يتعلق بصحتك. كل حاجة بعرفها لك عن حياتك وسنواتك القادمة. اللي حابب خدمة مستشارك الخاص ده للتداول المالي، الناس اللي بتتداول، بقول لك اللحظة المناسبة، المشروع المناسب، الدولة المناسبة أو البلد المناسبة لمشاريعك والمكسب، كل شيء بالنسبة لك. وخدمات كثيرة جدا في خدمة مستشارك الخاص. اللي حابب يتواصل معنا، القراءات الخاصة وخدمة مستشارك الخاص للحياة أفضل. ونبدأ في حلقة مهمة في حياة حبايبي برج الحوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج الحوت، أحداث هتغير حياتك للأبد بداية من شهر يوليو 2026. نتحدى العالم، وهو ده أسلوبك، أسلوب حياتك يا برج الحوت، لأنك عايز تكون مبسوط. هتتحدى العالم فيما تريد تنفيذه، فيما تريد تنفيذه. هيكون عندك تمرد، تجرد، وتغيير فكرة، ونظرة لنفسك ونفسك ثم نفسك. حيث ولأول مرة من سنوات تحدث الصحوة، تحدث الصحوة. تشعر انك كنت مدفون بالحياة. تخيل انك كنت عايش لغيرك، وخيرك لغيرك، وغيرك باعك مع خيرك. ده بيحصل معاك وحصل مع ابراج تانية برضو نفس الاسلوب ده. انت عليك الدور دلوقتي في الصحوة. خلال الفترة هتتحدى العالم فيما تريد تنفيذه، وهتبدأ عندك الصحوة هي اللي تتحكم، مش المصلحة للناس اللي حواليك. صحوتك انت، افكارك انت، اسلوبك انت، وتغييراتك الجذرية. لكن احذر، احذر ان الدنيا تتلاعب بيك. احذر انك تختار بطريقة خاطئة، وده اللي هنأكد عليه دلوقتي. مستجدات مفاجئة تظهر بالنسبة لتعاملاتك مع الدولة من طلبات أو تقديمات أو معاملات رسمية. ناخد بالنا من تظبيط الأوراق الرسمية. أنا هقول لكم على كذا حاجة ناخد بالنا منها. إذا المفاجآت اللي بتظهر لو أنت مثلا معاك في الدولة مثلا أمور تتعلق بالضرائب، أمور تتعلق بأوراق ومستندات ناقصة، امور تتعلق بتسويات لم تنتهي بعد. خد بالك، ممكن خلال الفترة تواجه هذا الامر. المريخ في بيت يصاعد هذه الامور. المريخ في برج الجوزاء، والمشتري ايضا في بيت العمل. لذلك خلال الفترة ممكن تظهر ليك فجأة مطالبات، تسويات، امور قديمة، امور تتعلق بيه ايا كان انت كان تعاملاتك او حاجات متأجلة عليك من الماضي، حاجات متراكمة. لذلك ظبط ورقك، ظبط امورك. الورق، التعاملات، الاوراق الرسمية خاصة فترة مهمة جدا في ده. خاصة المعاملات الرسمية، وتشمل ايضا خدوا بالكم البيع والشراء. لو انت بتبيع وتشتري، الورق يكون متستف كده صح ومتظبط امورك صح. تعرف المتعاقد، التعاقد او العقد، البيانات صحيحة ولا لا، الشيء اللي انت متعاقد عليه، اسم المتعاقد معاك، البيانات صحيحة، كل شيء. خلال الفترة من تعامل، والنقطة دي اهم نقطة، من تعامل في عمله واموره المالية
بطريقة صحيحة سيكون من أكثر الشخصيات حظا وتوفيقا، لكن من تعامل بشكل سيء مع الرزق احذر. يعني ايه؟ لو انت يا برج الحوت عندك قدامك فرص شغل، لكن بمقتضاه تركت شغل انت فيه وممكن كنت تزود رزق، اعرف انك قطعت برزقك. يعني لو انت في عملك وشفت شغل اخر، خليك عصفور في اليد ولا 10 على الشجرة. طب لو العصفور في اليد موجود والعشرة على الشجرة مضمونين، اكسب الاتنين. لكن ان انت تجازف في مشروع جديد، تجازف في مشروع جديد وتترك الامان، فاعرف انك داخل على فترة جنان. لان هنا المشتري ينتقل الى بيتك السادس، بيت العمل، وياتي الى هذا البيت ويقول لك او يشوفك المكافآت او انت عملت ايه في شغلك في حياتك. اللي اجتهد وما وصلش هيوصل، اللي اجتهد ولسه، شوف النقطة دي، اللي اجتهد ولسه ما وصلش هيوصل. طب اللي اتوفر له شيء وكان في شغله مثلا ممتاز، وهذا الامر الجديد لبخه وخلاه يسيب شغله، فانت مخطئ في حق نفسك لسنوات قادمه. المشتري ياتي حتى يكافئ الرزق اللي جه، لكن لما يجي لك رزق وتبدل هذا الرزق بشيء جديد او شيء غير مضمون، خدوا بالكم. الامور الصحيه وهناك تحسن كبير بالشفاء بامر الله، والعلاقات مع العائله ناخد بالنا مش احسن حاجه. من الممكن ان يحدث تطورات، ناخد بالنا، امور تتصاعد ومشاكل تحدث. اذا الاحداث هتغير حياتك للابد يا برج الحوت خلال شهر يوليو 2000 او بدايه من شهر يوليو 2026. هتتحدى العالم فيما تريد تنفيذه، حيث ولأول مرة من سنوات تحدث صحوة لروحك. مستجدات مفاجئة لك يا برج الحوت تظهر بالنسبة للتعاملات مع الدولة من طلبات أو تقديمات أو معاملات رسمية. ناخد بالنا من تظبيط الأوراق يا برج الحوت. من تعامل في شغل وعمله بأموره المالية بطريقة صحيحة سيكون من أكثر الشخصيات حظا وتوفيقا، لكن من تعامل بشكل سيء مع الرزق اللي جاله احذر. الأمور الصحية وتحسن كبير بالشفاء، والعلاقات مع العائلة من الممكن أن يحدث تطور كبير إذا لم تتدارك المواقف. هعيد تاني التنويه حبايب الناس اللي بتتابعنا، اشتراك وتفعيل الجرس يصلك مني كل جديد. انت لو حابب انت تشوف العلم والحقيقه بجد، اللي حابب قراءه خاصه، بعمل قراءه اتصال مباشر، مكالمه مباشره الساعه 2 3، بكشف لك بلاوي الناس اللي حواليك، مشاعرهم ناحيتك، الدنيا ماشيه معاك ازاي، كل شيء بالنسبه لامورك الصحيه، الاعمال والسحر اللي زادت في هذا الزمان، كل شيء بعرفه لك. اللي حابب خدمة مستشارك الخاص، بكون معاك في كل كبيرة وصغيرة، التداول المالي، البورصة، الأسهم، أيا كان أنت بتشتغل فيه، بقول لك على اللحظة المناسبة والمشروع المناسب وكل شيء، حتى الدولة المناسبة ليك. خدمة مستشارك الخاص والقراءات الخاصة لحياة أفضل. يا رب كده حبايبي برج الحوت جمال أبراج دايما تكون بأمن وأمان. السلام عليكم.